يا مساء الفل عليكم يا حلوين، او صباح الفل على حسب هتشوفوا الفيديو في اي وقت. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا، بقالي كتير ما عملتش فيديوهات، بقالي كتير تعبانه الحقيقه. والاسبوع اللي فات كان عندي ظرف كده وعملت عمليه ف الموضوع كان بالنسبة لي صعب ان انا اصور او اعمل فيديوهات، فحبيت كده ان انا اعمل لكم فيديو خفيف كده ولطيف نبدأه مع بعض. ويلا بينا كده مع بعض نبدأ الفيديو. بدأت الفيديو زي ما انتوا شفتوا كده بآيس كوفي بالفانيليا. وحبيت بقى اوريكم وصفة حلوة قوي جربتها. النهارده هنعمل مع بعض جمبري كده بوايت صوص خطير. حطيت حتة زبدة كده زي ما انتوا شايفين، وعشان ما تتحرقش حطيت عليها شوية كده من زيت الزيتون. وهسيبها اول ما تدوب، وبعد كده هضيف عليها جمبري. الجمبري ده انا يعني مقشراه كله. هو حجمه مش كبير ولا صغير، يعني هو اللي هو المتوسط ده. مهم جدا بس ان احنا نبقى عارفين ان الجمبري مش بيتحط على النار فترة طويلة. يا دوبك بس لونه بيغير وبياخد تقلبتين كده علشان ما يجلدش. عموما البحريات مش بيبقى حلو ان احنا نسيبها على النار فترة طويلة علشان ما تشدش معانا واحنا بناكلها. المهم رصيت الجمبري كله في الطاسة، وانا كنت موطيه النار بقى علشان ارص الجمبري براحتي. وبدأت كده ان انا احطهم جنب بعض، وعليت النار بقى خلاص. وبعدين عشان ما فيش حاجة تتلسع او تتحرق ويبقوا كلهم ياخدوا مع بعض نفس التسوية، بدأت بقى ان انا اتبل الجمبري. حطيت ملح، حط كمان فلفل اسود، وتقدروا تضيفوا مثلا توم باودر، بصل باودر، تقدروا تضيفوا بابريكا. كل الحاجات دي بتدي طعم حلو قوي للجمبري. كمان ممكن تضيفوا كركم، جنزبيل، في ناس بتضيف الحاجات دي. انا حطيت توم باودر وبصل باودر، ملح وفلفل اسود، وكمان شوية من البابريكا. وهكتفي بالتوابل دي. انا مش عايزه اطعم كتير في الجمبري، يعني انا عايزه بس النكهات اللي انا هضيفها دي فقط، مش عايزه اضيف حاجه زياده. آه، ممكن تضيفوا كاري برضو، الكاري هيدي طعم حلو لو حابين يعني. الوصفه دي بقى عايزه اقول لكم ممكن تاكلوها بالعيش، ممكن تاكلوها جنب رز، كمان ممكن تاكلوها مع مكرونه، يعني تضيفوا عليها مكرونه. ممكن تضيفوا تعملوا معاها رز ابيض. برضو هتبقى حلوة. انا جبت كمان فصين كده من الثوم المفروم وضفته على الجمبري، برضو هيعزز الطعم وهيخلي الطعم خطير. عموما الجمبري من الحاجات اللذيذة وطعمها حلو، وتسويتها كمان سهلة وسريعة. بصوا بقى كده التوابل بدأت ريحتها تطلع، والثوم كمان دبل وريحته طلعت. فكده احنا خلاص يعني تقريبا داخلين على 75% من التسوية. هضيف عليهم كمان معلقة من الدقيق. وهقلبها مع الجمبري. ليه انا حطيت الدقيق؟ عشان انا عايزه اعمل صوص كده للجمبري، ويكون الصوص تقيل شويه يعني شبه الكريم. تمام. واحنا حاطين زبده اوريدي، ممكن كمان لو عايزين تعززوا طعم الزبده تدوها النكهه بتاعت الزبده دي. بعد ما تضيفوا المكونات كلها هتضيفوا مكعب زبدة كده وتسيبوه يسيح مع الحرارة، ما تخلوهوش يفضل على النار، لان الزبدة لما بتسوي فيها اي حاجة بتفقد طعمها. يعني طعم الزبدة المميز ده الاكل بيفقده لما بيفضل على النار فترة طويلة. ضفت بقى كوباية كده من اللبن، وقلبت المكونات بقى دي. بصوا اعطاني صوص حلو تقيل، وطعمه عايزه اقول لكم خطير، يعني تاكلوه كده بالعيش، تاكلوه جنب رز، والصوص خطير. الصوص بتاع الجمبري فعلا تحفه. ممكن كمان تضيفوا اي بقى خضره انتوا عايزينها، او اي اعشاب او توابل انتوا عايزينها. انا حبيت اضيف شويه كده من الليمون وشويه من الخضره. ممكن تضيفوا بقى شبت، ممكن تضيفوا بقدونس، اي خضره بقى بتفضلوها، هيبقى طعمها حلو قوي قوي في الوصفه دي. كده وصفتنا تكون خلصت. اما بقى قشر الجمبري اللي انا قشرته فانا ما رميتهوش. تعالوا بقى اوريكم ازاي نعمل بيه احلى شوربه
من القشر بتاع الجمبري. شوربة جمبري خطيرة يا جماعة، كلها فوائد. تقدروا بقى تستخدموها في ملوخية، تقدروا تستخدموها لو حابين تعملوا شوربة سي فود. بجد من الحاجات الخطيرة اللي هتعملوها، وسهلة جدا جدا، مش بتاخد وقت خالص على النار. حطيت مكعب حلو كده من الزبدة، وهحط كمان عليه شوية زيت زيتون علشان ما يتحرقش. بعد كده هنزل عليهم بقشر الجمبري، الراس. اهم حاجة الراس يا جماعة، لان دي فيها كل الفوايد وفيها كل الطعم بتاع الجمبري. حطيت الراس والقشر زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى ان انا اقلبهم. هتلاقوا لونهم غير تماما برضو زي الجمبري، بيبقى تحول لونهم للون السيمون ده. حطيت معاهم بصلايه، حطوا معاهم شويه توم. حطوا بقى التوابل اللي انتوا بتحبوها. انا حطيت توم باودر وبصل باودر. هحط ملح، هحط فلفل اسود، ممكن كمان تضيفوا الكاري، وشويه كده من الميه. بجد الشوربة دي من احلى الشوربات اللي هتجربوها، سهلة وسريعة وخطيرة، واصلا يعني بتعملوها من حاجة انتوا اصلا هترموها. بس زي ما قلت لكم كده، قشر الجمبري مش بيترمي. كمان في ناس بتاخد قشر الجمبري بقى والراس بتاعته، تاخدها تدخلها في الفرن وتنشفها تماما وتخليها كريسبي كده، وتحطها في مطحنة الخلاط وتعمل بيها توابل سمك. عايزه اقول لكم ان الوصفه دي اصلا لتوابل السمك خطيره. في ناس كتير جربتها وحلوه جدا جدا. ضفت بقى هنا انا الفلفل الاسود، ضفت البابريكا، وهسيب الكلام ده كله يغلي مع بعض. والثوم طبعا، عشان طعم الثوم والبصل مع الشوربه دي بيكون خطير. اسفه طبعا على صوت فيروز في الخلفيه، بس هي يعني دايما بتحب انها تتكلم وانا بسجل يعني على اي فيديو. هنقلب بقى المكونات كلها مع بعض، وهنسيب الشوربة دي على النار تغلي. حابين تزودوا بقى كمية الشوربة زي ما انتوا عايزين، هتديكوا بهاريس بقى وطعم يجنن. مش قادرة اوصف لكم ازاي حلو وقد ايه مفيد الشوربة دي في الاكل. وهتنفع جدا جدا لو بتعملوا رز صيادية. هي اصلا بتشرب كده يعني. انا لما بطلب اوردر مثلا اسماك او الحاجات المأكولات البحرية، بيبقى دايما مع الاوردر الشوربة دي كده بتتباع مع الاوردر اللي بتطلبوه. جربوها، حلوة جدا واحلى من المطاعم، وحاجة احنا عاملينها في البيت بايدينا يعني ضامنينها. وانا يعني ارشحها جدا جدا لاي حد، طعمها يجنن. تعالوا بقى اوريكم شوية حاجات جبتها حلوة جدا. بجد مبسوطة ان انا جبت الحاجات دي، وحاجات دايما يعني بحب ان انا اشتريها. الحاجات دي انا مبستغناش عنها في البيت. اول حاجة طقم الفرش بتاع المواعين ده بقى، وبتاع الخضار، وبتاع كل حاجة في المطبخ. ما بستغناش عنه بصراحة. بستخدمه في غسيل المواعين، في غسيل الحوض، في البوتاجاز. سوري يا جماعة عشان فيروز بجد بتتجنن ساعات. ومش بستغنى عنها في اي حاجة بقى في المطبخ، وسعرها رخيص جدا يعني، سعرها عبيط. تعالوا بقى نشوف تاني حاجة من الحاجات اللي انا فعلا لازم تبقى عندي في البيت، هي المسامير اللزق الدبل فيس دي. عملية، واظن ان انا وريتها لكم قبل كده. بقدر ان انا احطها في اي حاجة بيتعلق عليها اي حاجة، حتى البراويز في الاوض. عملية وسهلة، ومش بتحتاجي ان انتي تخرمي في الحيطان. حتى في المطبخ انا بعلق عليها بقى اي حاجة. وبجد من الحاجات اللي فعلا لازم تكون موجودة عندك يعني، متستغنيش عنها كده. كمان جبت الاطباق البولات اللي هي الصغيرة دي، شكلها عجبني جدا جدا. هوريكم شكلها بقى في السلطات، تنفع بقى معاكم سلطات، اي حاجة هتقدموها كسايد ديش كده جنب الاكل. فهي عملية جدا. ميزتها كمان ان هي بلاستيك خفيفة، والبلاستيك بتاعها صحي، بيدخل غسالة الاطباق. كمان من الحاجات المهمة جدا ان هي تكون عندك الفوط المايكروفايبر دي، لان هي امتصاص بتاعها بتاع المية عالي. سعرها عبيط جدا يا جماعة، الوانها خطيرة. حلوة. في كل الأحوال لازم تكون موجودة عندك كده كده. الفوط من الحاجات اللي التيرن اوفر بتاعها عالي، فلازم يكون عندك ستوك كده منها. من الحاجات بقى اللي انا جبتها ومبسوطة بيها جدا، قالب الانجليش كيك ده بحبه قوي.
هينفع بقى لو انا حابه اعمل توست، بما اننا داخلين على مدارس بقى ولانش بوكسات والحاجات دي، هينفع جدا لو عايزه اعمل كيكات بشكل حلو ومبسوطه بيه جدا. تعالوا اوريكم بقى شكل البولات في السلطات والحاجات الجانبيه خطير. بصوا اصلا الشكل بتاعهم لوحة فنية، الطماطم والفلفل الالوان والزيتون والخيار. انا يعني جبت 3 بس، وكان ممكن اجيب اكتر، بس قلت ان انا هشوف كده خامتهم، بس بصراحة عجبوني جدا جدا. لو عايزة اكل حاجة كده سريعة بحط بقى في الطبق ده اي حاجه بقى عايزه نقنق فيها، بجد تحفه عاجبني. وحبيت ان لونهم يكون ابيض، وحدت لونهم علشان يبقى شكلهم منسق كده مع الاطباق بتاعتي. عجبوني. اتمنى ان الفيديو النهارده يكون عجبكم. انا خلصت. يا رب تكونوا استفدتوا بيه ولو بفكره بسيطه. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل الفيديوهات. واشوفكم على خير في فيديو جديد. ولو عندكم اي اسئلة في الكومنتس اسألوها لي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.